تعالي هقولك ازاي استعديت للعيد وايه هي خطة 10 في 2. قبل ما نبدأ الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبتي لو انت لسه جديدة معايا ياريت تنوريني بالاشتراك واللايك على الفيديو، وان شاء الله هتطلعي من الفيديو مستفادة، يعني مستفادة. بس اسمعي الفيديو معايا للآخر وركزي في الخطوات ونفذيها، وبإذن الله هتدعيلي وتكتبيلي في التعليقات. هنتكلم عن خطة 10 في 2. دلوقتي احنا هنخلي كل يوم 20 جنيه، يعني 10 هقولك هنعمل ايه بكل 10 فيهم. هتوفر علينا في العيد مصاريف وتكاليف وكمان وقت وكمان مجهود. دلوقتي هنبدأ في التجهيزات للعيد قبلها بكام يوم علشان نكون مستريحين في اليومين بتوع العيد، او مش مستريحين قوي، يعني هنكون يعني ايه، مرتاحين. وهنكون بقى عاملين نص اللي علينا. اول حاجة هنبدأ ان احنا نجيب 20 جنيه دقيق. طبعا دي أول 20 في أول يوم معانا في التوفير، أو في أول يوم معانا في التجهيزات. هتبدأي معايا من بكرة، هتجيبي ب20 جنيه دقيق، هتعملي ب10 رقاق، وهتعملي ب10 سمبوسة. طبعا الرقاق لو عملناه في البيت ولو دخلت على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير جدا بتعمله، أحسن ما تشتريه غالي، وال10 جنيه هيعملوا معاكي كمية كبيرة جدا، هتكفيكي طول أيام العيد وكمان هتفيض. وهتعملي كمان السمبوسة في البيت وهتكون اسهل واسرع، وهتكون كمان اكتر وكمية كبيرة، وهتكفيكي برضو طول ايام العيد، هتفرزي كمية وهتخلي كمية. وكمان الرقاق الناشف لو انت حابة تفرزي منه بينفع ان هو يتفرز. طيب دي اول يوم. تاني يوم بقى في تاني 20 هنجيب بيها توابل، وهنجيب كمية بقسماط. نقول مثلا ب5 جنيه بقسماط، وهنقول مثلا ب5 جنيه بهارات. لا، في ناس دلوقتي لسه بتبيع ب5، ما تقلقوش يا بنات، هتلاقوا ناس. وبعد كده هيفضل معانا من اليوم التاني 10 جنيه، هنخلي ال10 جنيه دي على جنب. وكده جبنا البقسماط وجبنا البهارات. بعد كده بهارات ايه؟ هنجيب بهارات 7 بهارات، وهنركنها كده على جنب، هتستخدميها معانا في كل الوصفات بتاعة المفروم او تبهير لحمة او تحمير لحمة، بتبقى جميلة جدا يا بنات. طيب، معانا 20 جنيه لليوم التالت. ال20 جنيه بتاعة اليوم التالت هنجيب بيها عيش. طبعا هنجيب العيش ب10 جنيه. العيش اللي معانا هنجيبه ونحمصه تحميصة حلوة جدا. العيش ده هيكون للفتة وللشربات، أي شوربة بتعمليها، شوربة لسان عصفور، فتة اللحمة، فتة ممكن تعملي فتة كمان بالكلاوي وبالحاجات بتاعت الحلوة بتاعت العيد دي والحلويات، وممكن تعمليها كمان بالكبدة. طيب هتفضل معاكي كده 10 جنيه، يبقى كده معانا 10 جنيه من اليوم التاني و10 جنيه من اليوم التالت. احنا كده حمصنا العيش وسلمناه معانا في التلاجة او في الفريزر، بيفضل متحمص يا بنات، ما تقلقوش. بعد كده هيجي معانا اليوم الرابع هنجيب برضو ب20 جنيه دقيق. الدقيق ده هنعمل بيه عيش، اللي هو العيش البلدي بتاع الحواوشي، وهنركن العيش ده معانا برضو في الفريزر، ونفرز العيش بكميات قليلة على حسب عدد أفراد الأسرة. كل كيس نطلعه هيبقى على الحشو، وهيبقى جميل وهيبقى خفيف وهيبقى موفر معاكي، وفي نفس الوقت في ايام العيد قليل جدا لما بتلاقي عيش في الفران، ولما بتلاقي فران كمان شغالة، فده كمان هيوفر عليكي. وهنجيب خلطة بتاعة الحواوشي. هنجيب الخلطة بتاعة الحواوشي، طبعا مش هنجيب ب20 جنيه كلها دقيق، هنجيب كيلو دقيق. قولي كيلو دقيق هيعمل معاكي 17 18 جنيه، هيفضلوا معاكي 2 جنيه هتجيبي بيهم على 10 جنيه. هتاخدي من العشرتين الأولانيين بتوع اليوم التاني واليوم التالت 5 جنيه، وهتجيبي ب7 جنيه بهارات حواوشي، هيفضل معاكي كده 15 جنيه. طيب، هيتبقى معاكي 15 جنيه. 15 جنيه دول هتجيبي بيهم دهن من عند الراجل بتاع اللحمة. لما تروحي توزني اللحمة هتجيبي ب10 جنيه، هتزودي من عندك كمان على ال15 جنيه، أسفة، 15 من عندك اليوم اللي تروحي تجيبي فيه، وهاتي بيها دهن من عند الراجل، خليه يوزنلك بيهم دهن. الدهن ده بقى هتسيحيه مع زيت وتستخدميه في الطبيخ. هتقولي لا التقيل ولا مش عارفة ايه، في ناس عايشة على الدهن يا بنات، واكيد احنا مش كل حاجة بنستخدمها في حياتنا صحي، يعني الزيت اللي بنستخدمه مرة في 2 ده مش صحي. فاحنا حياتنا مش حياة رفاهية. بس هقولك لو انت مش حابة ان انت تستخدميه في الطبيخ، فانت ممكن تجيبي الدهن ده وتزودي بيه كمية المفروم. وبعد كده هنجيب ب20 جنيه طماطم في اليوم اللي بعده. ال20 جنيه طماطم هيجيبولك طماطم مستوية 2 كيلو ونص، هتعملي بيها
صلصة. طبعا عندك بصلتين، هتصلصي الصلصة مع البصل وهتعبيه في اكياس وتعمليه للمكرونة او للمكرونات بتاعة المكرونة بالصلصة. هتعمليه مثلا للفتة، هتعمليه هتزودي مثلا مفروم وتعمليه لخلطة المفروم، هيبقى جميل جدا جدا معاكي. طبعا دي الحاجات اللي انا حبيت ان انا اقولك عليها النهاردة، وهكمل معاكي في فيديو جديد. بس لو شجعتيني ولو عجبتك